السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. بهذا الفيديو بإذن الله تعالى بدنا نشوف هدف بابلو وأسيست بابلو وتألق بابلو صباغ ما شاء الله قبل قليل فقط. وأيضا بدنا نعرض تصديات حارسنا الياس هدايا الوفي يلي ما كان ولا راح يتقاضى بإذن الله تعالى ولا ورقة واحدة لقاء تمثيل منتخب سوريا. المهم راح نشوف تصدياته في الدوري النرويجي الممتاز. لايكك اشتراكك لمثل هاي الفيديوهات خطيرة جدا ومعرضة للحظر، لذلك لا تنسانا من اللايك والاشتراك وصلاتك على سيدنا محمد ودعائك لأهلنا وأخوتنا هنالك اللي يتعرضون لظلم شديد. خلونا نشاهد الفيديو سوية. خلونا أول شيء نشاهد تألق بابلو صباغ هدفه وأسيسته. أول شيء نشاهد هدف بابلو صباغ اللي سجله ما شاء الله. طبعا هذا الهدف ذكي من ناحيتين. أول شيء من ناحية الإنهاء مثل ما شفتم تبارك الله، حطها بزاوية الحارس رغم أنها بزاوية الحارس ولكن كانت متقنة وبالهدف. ثاني شغلة كسره للتسلل تبارك الله وعدم وقوعه بفخ التسلل رغم أنه كانوا المدافعين بدهم يوقعونه مثل ما راح تشوفون الآن بالإعادة، إلا أن بابلو ظل مركز ومصحصح شاهد بأنه رجع أعطيني الآن وخليني أنطلق وأنفرد وأنا مرتاح وأحطها بشباك الخصم. تبارك الله بابلو صباغ مسلطن هاي المباراة الثانية على التوالي، يتألق ويسجل. وهذا نشوف الآن أسيست بابلو صباغ، اعطاه اياها قالوا بابلو صباغ بوم خذها هاي بالعارضة، واحتفل بعد بابلو صباغ لأنها ارتطمت بالعارضة وبعدين نزلت فكرها عدت الخط لكن ما كانت معدية الخط وسجلها وكملها لاعب سون ولاعب نادي سون نادي بابلو صباغ. فتبارك الله بابلو صباغ يعني حتى هذا الاسيست وهذا الهدف الثاني اللي ما اكتمل مع بابلو صباغ بصراحة طريقة تنفيذه فيها مثل ما تشاهدون حاليا بالإعادة طريقة لا يفعلها إلا الكبار. فبابلو صباغ لاعب يجب انه نقاتل من اجل اعادته، ولازم هو ايضا انه شوي يقدم تنازلات وبلها الاموال وبلها ما اعرف ايش وهالشروط ويرجع. فحرام بصراحة مثل هذا اللاعب بعد من المنتخب. والآن خلونا نشاهد تألق الياس هدايا. ونشاهد الآن تألق حارسنا الياس هدايا هنالك في الدوري النرويجي الممتاز مع ناديه الجديد ساندي فورد. شوف هاي أول تصدي ما شاء الله وتصدي إعجازي عن بثلاثة مراحل. استطاع الياس هدايا أنه يرد هاي الهجمة، أبى إلا أن تكون هذه الهجمة خارج الخشبات الثلاثة. شاهد هاي مرة هاي مرتين وهاي المرة الثالثة استطاع الياس هدايا المرة الثالثة هو والمدافع أنهم يقفلون المرمى ويقفلون الهدف. تبارك الله الياس هدايا. طبعا هاي المباراة انتهت 3-0 وخرج الياس هدايا بشباك نظيفة ونعتذر عن الجودة ولكن هذا المصدر. نشوف هاي التصدي الثاني لإلياس هدايا. تبارك الله التصدي كان مصحصح بين الخشبات الثلاثة واستطاع إلياس هدايا أنه يردها. نشوف هذا التصدي تصدي خطير جدا برأسية مباغتة ما بين اللاعب اللي نطح وما بين إلياس هدايا 6 أمتار فقط، إلا أن ردة الفعل عند إلياس هدايا كانت بالمرصاد. نشاهد هون بوم اعطيها لكن إلياس هدايا قال له تعال يا حبيبي تعال. ما شاء الله الياس هدايا لاعب وفي ويستحق كل خير. وبس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.